ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم تم تحديث لعبة فيفا 22 بالتأكيد إلى 23. نقول على شكل مود مونديال قطر 2022 بالتأكيد مود كأس العالم، وكل شيء قد طبعا نلاحظه في هذا المقطع. وقبل كل شيء نقوم بالدخول على اللعبة وماذا يظهر لنا. بالتأكيد بعد الدخول إلى اللعبة يقول لك يلزمك طبعا عمل تحديث للعبة من أجل طبعا إظهار التحديث الأخير لهذه اللعبة وإظهار مود كأس العالم، وكل شيء قد نلاحظه أمامكم بالتأكيد وجميعا. الآن سنقوم بالدخول على متجر بلاي أو بلاي ستور ونقوم بالبحث على اللعبة، وكما تلاحظ بالتأكيد المظهر تم تغييره، ويقول لك بالتأكيد عليك بعمل تحديث للعبة حتى طبعا تقوم بتجربة الحدث الأخير في هذه اللعبة. الآن ننتظر بالتأكيد إلى حين انتهاء من عملية تحديث هذه اللعبة. كل شيء يظهر أمامك وكل شيء قد تعيشه معنا الآن وترى كل شيء بالتأكيد، ولكن الأفضل أنك تعيش هذا الحدث لوحدك، وأنك كما نقول تدور في اللعبة وتشوف وتلاحظ الأحداث الجديدة إلى آخره. وطبعا الدخول الى اللعبه فالامور فهي سهله ومعروفه. الان نقوم بالدخول على وبالتاكيد بعد الدخول الى اللعبه طبعا امور الدخول فهي بسيطه وسهله جدا. نخليكم تكتشفوا كل شيء لوحدكم بالتاكيد. اي مشكله لديكم كما تلاحظ فعلا تم تغيير المود الى مود كاس العالم قطر 22. وبالتاكيد كما قلت لكم اذا تواجه اي مشكله في هذه اللعبه او اي لعبه بالتاكيد قم بوضع مشكلتك على تعليقات هذا المقطع، ولا تنسى أنك تنضم إلى قناتنا حتى ترى وحتى تعيش معنا جميع الأحداث إن شاء الله في قادم الأيام التي تأتي بعد حول لعبة فيفا أو لعبة بيس. دمتم أو في فيديو آخر بحول الله.